المشهد اللي ناس كتير مش فاهمينه. هي فاطمة ليه كانت بتبص لإيسو البصة دي وهو بيهزر مع إليني؟ فاطمة كانت بتستغل انشغال إيسو بالكلام والهزار مع إليني عشان تسرق نظرة ليه. النظرة دي ما كانش فيها أي درع ولا كبرياء، كان فيها حنين صافي لإيسو القديم. هي وحشها طريقته وهزاره معاها. ساعتها إيسو بصلها فجأة، هي ارتبكت كده وراحت قايله ايوه فعلا انا وحشني المكان ده. لما قيسو لف وشه فجاه وبصلها، النظره اتحولت من حنين لارتباك عاطفي. فاطمه في اللحظه دي انكشفت. في علم النفس لما حد بيبص لشخص لفتره طويله وهو مش واخد باله، ده اسمه تعري عاطفي. فاطمه كانت مكشوفه تماما، عيونها فضحت ان هي مهتمه بكل كلمه بيقولها وكل حركه بيعملها. لما هي بسرعه ارتبكت وقالت ان هو فعلا وحشها المكان، هنا قيسو عمل حركه ممكن يكون محدش اخد باله منها، بس بجد انا حبيتها يعني. هو كأنه كان رايح ليها كده بابتسامة. نظرة إيسو في اللحظة دي، البرود اللي كان متصنعه انهار لثواني، لأنه شاف في عينيها الحزن لما لف وقفشها وهي بتبصله. النظرة الطويلة الحزينة دي هو عراها عاطفيا في اللحظة دي. هو شاف في عينيها الاحتياج. حركته ان هو بدأ يروح ناحيتها هي استجابة لغريزة الحماية عنده. إيسو بطبعه شخص حنين جدا، وجسمه هنا اتحرك قبل عقله. في اللحظة دي إيسو الحقيقي اللي كان رايح ليها، مش إيسو الممثل اللي بيتقل عليها وبيتجاهلها. كان رايح يطبطب أو يقول كلمة حنينة، أو حتى ينهي الخصام بنظرة صلح طويلة. دخول أي بوهان في اللحظة دي كان ضربة قاضية للموقف. بمجرد دخوله وكلامه المستفز، إيسو رجع فورا لوضعية الدفاع وخلاه يلبس الماسك بتاعه تاني. واللحظة الرومانسية أو الإنسانية اللي كانت هتحصل اتبخرت. هو كان خلاص على وشك ان هو يضعف، بس التدخل ده خلاه يشحن طاقة العناد والتقل من تاني.